السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل عيش شامي، هيعجبكم جدا، طريقته سهلة جدا جدا. بصوا شايفينه بجد روعة وطريقة سهلة جدا. أنا مكنتش متوقعة إن أنا أعمله ويطلع بالسهولة دي وانتوا شايفين شكل العيش. تعالوا نبتدي ونشوفه. أول هنحط كوباية لبن، نصها لبن نصها مية زي دمعة العين، دافية زي دمعة العين. وبعد كده هحط معلقة خميرة ومعلقة سكر. طريقة سهلة جدا والله يا جماعة، جربوها. وقلبهم لغاية ما تدوب السكر مع الخميرة، ومعلقتين زيت، وندوبهم جامد جدا لغاية ما تدوب الخميرة والسكر. قاعد اقلب كده حبة حلوين لغاية ما تدوب السكر والخميرة. ربنا يحسن ما بين ايديكم وده يا رب العالمين. وشكرا جدا على التعليقات اللي بتعلقوها لي. وبعد كده احط نص كيس دقيق، يعني كوباية اللبن على المية بتحتاج نص كيلو دقيق بالظبط. رشة ملح بسيطة، وانخل الدقيق عشان اطلع منه الهواء. اقلب الاول بالمعلقة وبعد كده اقلب بايدي، بعد كده اعجن بايدي. طريقة مفيش اسهل منها، كل كده يقوم يجربها عشان يعملها للسحور. كل سنة وانتم طيبين. بس اعجن كده لغاية ما الطبق اللي بعمل فيه يبقى نضيف جدا. انتوا شايفين حضرتكم. بعد كده ادهن حبة زيت في العجينة من فوق ومن تحت، واسيبها تختبر معايا حوالي تلت ساعة. حطيها في فرن دافي بس تكون قافلة النار لمدة تلت ساعة. بصوا بعد كده، بصوا ما شاء الله اختمرت وبقت جميلة، والعجينة بقت كويسة جميلة جدا. بعد كده برش شوية، بقطعها بالسكينة، وبرش شوية مية، شوية دقيق في الصينية. عايزين تكبروا اكتر من كده كبروا، يعني درجة تكبروا اكبر من كده براحتكم. نص كيلو ده اتعملوا معايا 18 رغيف صغيرين. عايزين تكبروا اكبر من كده ماشي. هبقى اجرب معاكم العيش الكبير واشوف. تعالوا بقى نفردها، بسيبها برضو بتلت ساعة ترتاح وارجع تاني افرد. بعد ما عملت الكور دول بعد كده بسيبها ترتاح تلت ساعة وارجع تاني افرده. هوريكم سمكه دلوقتي اللي انا محتاجاه. بس سمكه قد ايه. برضك احطه على اي ملاية نضيفة عندك، على اي كيس خدودية، على اي حتة مطبخ، بلافوتة مطبخ تكون نضيفة. بس لما اختمر سهل جدا. احط دقيق من تحت ومن فوق عشان ما يلزقش. طريقة سهلة جدا. عندك كده دوت كوباية افردي بيها اي حاجة، بس بلاش كوباية عشان خاطر الازاز. بص برضك اسيبه يختمر برضك تلت ساعة واجي اسويه على النار. بص هكمل دولت معايا. طريقته سهلة جدا جدا جدا، جربوها هتعجبكم جدا. طريقة سهلة ومضمونة. بس بعد كده بعد تلت ساعة بقى سبته يختمر تاني او يهدى يعني. وبعد كده حطيته، كل ما تسيبيه كل ما بصي الرغيف بصي بيقب ازاي معاكي. بس هنا فتحته، بصي شكله ازاي. بصوا شكله روعة وعجب من اول العيال جدا. لكم شكله روعة.
بصوا بينتفخ ازاي. عايزه اقول لكم كل ما بتسيبيه يرتاح كل ما بيقب معاكي. ده على الطاسه من فوق، ووطي البوتاجاز. هنا عملت شويه عيش بالسمسم يعني على الوش كده، برضه شكله تحفه وطعمه جميل جدا. جربيها فعلا هيعجبك جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايديا يا رب العالمين. طريقه سهله جدا، انا ما كنتش يعني ضامنه ان انا اعمله. لا عملته جميل جدا. عجبني الفكره. لو انتوا عايزين تكبروا الرغيف كبروه، عشان ايه؟ يسهل معاكي في موضوع التسويه. تبقى مثلا اعملي الرغيف على قد الطاسه، يبقى رغيف واحد على قد الطاسه. يبقى كده النص كيلو ممكن ياخدوا معاكي ايه، قولي 9 ترغيفه. بصوا بيقب ازاي حلوين. عايزه اقول لكم كنت فرحانه جدا جدا وانا بعمله. بصوا كل لو خدت بالكم كل ما بيقعد كل ما بصوا بينتفخ ازاي. كل ما بيقعد تخمريه يعني زياده، عادي من تلت ساعه لنص ساعه بعد ما تفرديه. بصوا اوريكم ازاي. بصوا ما شاء الله. بصوا اول ما بينزل النار بيهبط. بصوا بصوا اللهم بارك. لا فعلا جميل يعني عايزه اقول لكم فرحه جامده جدا لما تعمليه كده. لو انتي عشان خاطر موضوع التسويه هيقف كتير، لا اعمليه برضك على 9 رغيفه. اعملي رغيف كبير. بصوا بصوا اللهم بارك. بصوا الكميه اللي طلعت لي غير اللي الاولاد اكلوه. بصوا في لبه. اكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم. لا بس بجد والله روعه روعه وفرحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.